يا خالتي مبسوطة، يا خالتي مبسوطة، تعالي بسرعة، تعالي شوف اللي حصل لي واللي جرالي. يا ساتر يا رب على الصبح، مصحياني يا بنتي من أحلاها نومة ليه؟ ليه يا اللي تتشك في بطنك؟ عرس يا خالتي، والمرة دي بحق وحقيقي، والله ما أنا مدلوقة عليه ولا حاجة، لا بصيت له ولا عكسته ولا حصل أي حاجة مني. هو اللي جه لحد عندنا برجليه وقاعد بره أهو، جاي يطلب إيدي يا خالتي. يلا بقى أحضر شنطتي والسكين كير بتاعي. انت يا بنتي بتتكلمي بجد ولا دماغك لسعت من قلة الجواز؟ طب والله بتكلم جد، وفي راجل قاعد مستنيكي بره وقال لي كده اهو بالحرف الواحد، قال لي عايز الخالة مبسوطة في موضوع شخصي. خير يا رب، ربنا ما يخيب لك رجا المرة دي، وافرح بيكي يا رب. هتقطعي بيا يا موكوسة وهتوحشيني قوي، بس هبقى جازولك يا بنت كل جمعة. يا رب بس تكوني هتتجوزي نواحينا وما ياخدكيش بلد بعيدة. لا يا خالتي، من أولها كده، ما تقفيش في طريق سعادتي، أنا موافقة أروح معاه آخر الدنيا. أحلى حاجة فيه إنه شكل صعيدي، شكله صعيدي يا خالتي، شبه رفيع العزايزي، هياخدني معاه الصعيد. يا خراشي يا خراشي على شكل العمة والجلابية اللي لابسهم، يا اخواتي على حلاوته. طب اوعي كده يا بت، لما اغير هدومي واخرج له، زمنه دلوقتي بيقول ايه الناس قليلة الذوق دي. غيرت الخالة مبسوطة هدومها ودخلت على عمار وهو قاعد. أول ما شافها قام وقف وقال يا أهلا وسهلا، يا مراحب يا ست الكل. أهلا بك يا أخويا، اتفضل. سعيدة بنت أختي اسم الله عليها قالت لي إن أنت عايزني في موضوع شخصي. والله يا ست الكل أنا مكسوف مناكي ومش عارف أتحدث كيف ولا أبدأ إزاي ومنين. يا أخويا ابدأ من أي حتة تعجبك، إحنا موافقين، إن شاء الله حتى تبدأ بقراية الفاتحة حتى ونكمل بعديها، ما هي الفاتحة بتفتح المتقفل. الله ينور عليك يا خالة، أنا فعلا لازم أبدأ بقراية الفاتحة. يلا بينا يا ست الكل. ولسه الخالة هترفع إيديها عشان تقرأ الفاتحة وترقع زغروتة، أم عمار مكمل وقايل يوم قراية الفاتحة كنت فرحان زي أي عريس، وقلت بس خلاص يا واد يا عمار، الدنيا دي حكيت لك وخدت واحدة جميلة الجميلات، لحد ما قعدوني معاها عشان أتعرف عليها يا ست الكل، ووقتها شفت اللي محدش شافه. هي مين دي يا أستاذ عمار اللي انت يا أخويا قعدت معاها؟ انت بتتكلم عن مين بالظبط؟ مرتي إكرام اللي جاي لك عشان تشوفي لي حل في مشكلتي معاها. بقى هي العبارة كده؟ طبعا إذنك يا حبيب أمك، دقيقتين بس وراجعالك. إذنك معاك يا ست الكل، على مهلك خالص. دخلت الخالة على سعيدة وهي بتتريق وبتعوج بقها، لقيتها بتعيط. شفتي يا خالتي الخاين الغشاش عشمني بالجواز وخلى بيا. عشمك فين وامتى ياللي منك لله انتي؟ هو انتي يا بنتي دايما كسفانه كده؟ غوري يا بنتي اعملي لنا دور شاي وهاتيه بره وتقعدي زيك زي فردة الشبشب، ما اسمعش صوتك ابدا. انتي فاهمه ولا لا؟ هو اي راجل يا بنت هيخبط على بابنا هنقول عليه عريس ولا ايه؟ غوري يا بنتي في داهيه جاتك نيله. ورجعت الخاله قعدت مع عمار وطلبت منه يحكي حكايته من اولها، وسعيدة دخلت وراها بدور الشاي، وطبعا قعدت تسمع الحكاية. وبدأ عمار يحكي وقول كنت عمري ما اتكلمت مع إكرام ولا مرة، كنت بشوفها بس من بعيد كده وأقول يا سعد يا هناء اللي هيتجوزك يا إكرام، لحد ما حلمي اتحقق واتقدمت ليها. وبعد قراية الفاتحة أمي طلبت من أمها إن أقعد معاها بابا عشان نتعرف على بعض. أول ما قعدت أتكلم مع أول جملة قالتها وهي بترد عليا، ببص لقيت أسنانها أسود من قرن الخروب، أسود على أصفر على بني على ألوان كتيرة قوي. أنا اتصدمت ونفسي جزعت، وكلكم يا ست الكل وريحة حنكها اللي طفحت في وشي، رغم إني قاعد على كنبة قصاد كنبتها وبيننا مسافة كبيرة، لكن الريحة هبت في وشي ولا كأنها ريحة قبر. اللهم احفظنا. يا ساتر يا رب،
طب ما يمكن يا ابني كانوا واكلين محشي كرنب بيومها ولا حاجة، وعشان كده ريحة بقها وحشة. ويمكن برضو أمها كانت عاملة ورق عنب أم لونه ناضح على أسنانها. ما هاني قعدت أطلع ليها كام عذر إكده يا خالة زي ما بتقولي، لحد ما شفتها تاني مرة، وكانت يوم تلبيس الشبكة اللي انتوا بتقولوا عليها الخطوبة. لبستها الدهب والناس باركت وهنت، وبعد ما الكل مشى فتحت حنكها تاني عشان تتكلم وياه. لقيت نفس السنان ونفس الريحة الزفرة. قلت لنفسي يا واد يا عمار مش مهم، ابقى اشتري لها فرشة اسنان ومعجون. طب والله يا ابني ان انت راجل محترم وعداك العيب، ما هو برضه مش معقول الانسان يقف لاخوه الانسان على غلطة صغيرة زي دي. ما هو كل ده مش مهم يا خالة، انا جاي لك في الحديث لحد ما احكي لك اللي حصل بعد كده. هي في يوم كانت قاعدة لقيتها بترفع يدها تعدل طرحتها يا خالة، ويا ريتها ما رفعت يدها. لقيت ريحة عاملة كيف زفارة السمك المرمية في زبالة بقالها يجي أسبوع. هبت من تحت باطها، نفسي جزعت أكتر وأكتر، ومن هنا أغمى عليا. ما حسيتش بروحي غير وهم بيكسروا فحل بصل وشممهولي عشان أفوق. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده إيه يا ابن الوقعة المنيلة دي؟ بس معلش نرجع ونقول برضو مشكلة بسيطة وتتحل بمزيل عرق ب60 ولا 70 جنيه، مش أزمة يا أستاذ عمار. ما هو المشكلة في اللي لسه جاي يا خالة. دي حجة بعد لما أني فقت فضلت حاطة فحل البصل في حجرها على الفستان، لا قامت ترميه ولا غسلت يدها، وفضلت مكانها طول القعدة. والمصيبة بقى إني استعيبت أقول إن عايزة أسيبها عشان قرفان منيها. قلت يا واد اصبر، هي أكيد بعد الجواز هتبقى حاجة تانية. واتجوزنا يا خالة من هنا وعينك ما تشوف إلا النور. هو في حاجة حصلت أكتر من كده؟ لا إله إلا الله. احكي يا ابني احكي، ده أنا بدأت أشم ريحة معفنة في المكان من كلامك على إكرام. أول مرة يا خالة طبخت فيها كنت راجع من الشغل، دخلت أجري وأنا بقول يا إكرام فينك يا إكرام يا حبيبتي؟ أنا هنا يا سي عمار، الحمد لله على السلامة. إف يا ساتر يا رب، إيه الريحة الغريبة دي؟ فيه ريحة معبقة في الشقة، يكونش فيه فار ميت وانتي ما واخداش بالك ولا إيه؟ لا ما فيش فيران دخلت عندينا يا أخوي، ده انت شامم ريحة عفشة ولا إيه؟ أمال ما شماش ليه؟ هو انتي فعلا مش شامة إلا أني شامه؟ فيه ريحة غريبة قوي مالية البيت كلاته. إكرام شمشمت بمناخيرها وقالت ايوه دي ريحة الملوخية بتاعتي، حاكماني عملت لك شوية ملوخية بالأنارب، إنما تستاهل حنكك. يا خبر أسود ومنيل، يعني الريحة اللي أنا شاممها دي ريحة الوكل؟ ايوه يا اخوي ريحة وكل بينطبخ على النار. ازاي ده يا حبيبي؟ دي الريحة حلوة قوي. ريحة وكل ازاي يا مرة؟ دي ريحة صعبة قوي، ده انا حاسس اني هجيب اللي في بطني كيف ما اكون مرة حبلة وبتتوحم بقالها 9 شهور. دي ريحة زي الشهد وترد الروح، انت بس اللي تلاقيك ما كلتهاش قبل كده، اني بقى هخليك تاكل صوابعك وراها. بقى يا أستاذ عمار الريحة الوحشة دي أكيد كان معناها إنها ما غسلتش الأرانب كويس، أو يمكن أي حاجة تانية مش نظيفة هي اللي عملت الريحة دي في الأكل. ما هاني ده اللي عرفته يا خالة بعدين، إنها ما بتغسلش الطيور زين ولا بتنظف الحاجة قبل ما تطبخها، وبقينا مشهورين نواحينا اللي يشم ريحة عفشة التاني يرد عليه ويقول له أكيد إكرام بتطبخ. طب وانت عملتي ايه يا ابني في الوضع ده؟ ده انت زمان جالك تسمم بسبب قلة نظافتها في الأكل. ده أنا بقيت عايش بالعلاج يا خالة، وغير كده تدخل الحمام عندينا تحس انك داخلة مغارة علي بابا، إشي عنكبوت مرشق في السقف والحيطان، وإيش البلاط مجير، وإيش الشباك اتسد من كتر التراب اللي عليه. طب وانت يا ابني ما حاولتش تلفت انتباهها للكلام ده؟ يعني تقول مثلا يمكن كانت متدلعة في بيت أهلها ومش متعودة تعمل حاجة،
لكن البنات أول ما بتتجوز بتعمل المستحيل عشان ترضي جوازاتها. يا حجة، ده أنا لما سألت عليها قالوا لي شاطرة وخبازة وعجانة وفيها كل الشطارة، وبعدين فرق كبير قوي بين البت المدلعة والشينة العفشة. يا خالة، ده أنا بقيت كل ما أدخل بيتي بطني تتقلب من كتر الكمكمة. ده أنا لو دخلت أوضة نومي في الضلمة بعرف مكان السرير من ريحته. طب ليه مثلا يا ابني ما جربتش تقول لأمها؟ يمكن كانت تعلمها شوية. يوه يا خالة، ما هي أمها السبب. أمها من كتر ما كانت شاطرة كانت دايما هي اللي بتعمل كل حاجة، وما تخليش إكرام تعمل أي حاجة تانية واصل. ولما أكلمها أشتكي لها من بنتها بتيجي تروق الدار وتطبخ وتعمل كل حاجة، قال يعني كده حلت المشكلة. لكن دي بتخلي بنتها تعتمد عليها أكتر وأكتر. طب وبعدين يا ابني وصلت معاها لإيه؟ وصلت معاها للطلاق يا خالة. هي اللي طالبة الطلاق ودايرة في البلد تقول إني بفتش أسرارنا قدام أمي وحماتي. طب ما هو حقك برضو إن أنت تشتكي ليهم منها، ما هو محدش أبدا يعمل عمايلها دي بصراحة. بس أنا بقول يعني تلم الموضوع بينك وبينها من غير ما حد يحس. كيف بس يا خالة من غير ما حد يحس؟ دي كل الناس عرفتها على حقيقتها. طب أنا هقولك على حاجة، داني في مرة كنت عازم عمي عندي على الغدا، وعشان ما اكسفش روحي رحت دخلت على إكرام وقلت لها بقول لك ايه يا إكرام، معلش يعني أنا مضطر أعزم عمي على الغدا بكرة عشان هنتحدثوا في شغل. بس كده؟ ده انت تؤمر يا نعين إكرام، هعمل لك أحلى غدا انت وعمك. ده أول مرة عمك ياجي عندنا الدار ولازم نكرمه ونعمل له سفرة تفتح النفس. لحقتها وقلت لها لا أبوس يدك، اوعي تطبخي ولا تعملي أي حاجة. أنا أنا عايزك مرتاحة على الآخر. أنا هجيب وكل جاهز من برا وانتي فضيه في اطباق وخلاص. بس إلهي يسترك، اغسل الحمام وروق البيت وفتح الشباك ونقدر تطلع اللحفة والبطاطين. معلش تعالي على روحك هبابة وطلعيهم يتهووا شوي ويتشمسوا في الشمس. أنا حاسس إن البيت كلاته ريحته كيف ما نكون قاتلين قتيل ومخبيينه تحت السرير. اخص عليك يا عمار، بقى يعني أني وكلي وشغلي مش عاجبك ومكسوف إن عمك يدوقه ويتريق عليا؟ لا يا حبيبتي ما تقوليش كده، ده انتي وكلك زين وما فيش زيه اتنين. طب ده حتى كل الناس بتحسدني على شطارتك في الطبخ. أنا يعني بس بقول ترتاحي هبابة، انتي كل يوم واقفة على حالك في المطبخ. وأخيرا اقتنعت يا خالة، وتاني يوم اشتريت ليها الوكل وهي يا دوب قدمته لنا في اطباق ومعالق من البيت. أول ما قعدت على السفرة أنا وعمي بدأنا نمسك المعالق عشان ناكل، لقيت المعلقة في يدي مجلطمة وريحتها عفشة بصراحة تقلب المعدة وتخلي الواحد نفسه مسدودة. لمحت عمي بطرف عيني كده لقيته قرفان هو كمان من المعلقة اللي في يده ومن اللون الأصفر المبقع وآثار الطبيخ الناشف اللي على حروف الطباق. رحت ضاحك وقايل له واه ما تاكل بيدك يا عمي، خلي البساط أحمدي، اقطع بيدك كده وكل بلاها معالق. هو احنا هنعمل كيف بتوع البندر وناكل بالمعالق ولا ايه؟ عمي طبعا ما صدق اني قلت له كده وبدأ ياكل بيده، لان بصراحة محدش يطيق ابدا ياكل بمعالق إكرام. ويدوب خلصنا الوقت لقيت إكرام نازلة بصينية الشاي. طب الحمد لله يا ابني، الست طلعت ذوق اهي ومهتمية ترفع راسك قدام عمك وتضيفه أحسن ضيافة. يا ريتها يا خالة لا ضيافت ولا نيلت. ده عمي أول ما مسك كوباية الشاي لقيته ببصلها وبقول إيه يا عمار يا ولدي، الزيت اللي على وش الشاي ده هو ده نوع جديد ولا ايه؟ ها؟ ايوه يا عمي، ده نوع جديد جايبينه من البندر، واللي على الوش ده مكسبات طعم. دوق بس انت دوق، طعمه هيعجبك قوي. اول يا خالة ما داق الشاي راح تافف في وشي وبقى يتشال ويتهبد مكانه وقول اعوذ بالله، ايه الطعم العفش ده يا ولدي؟
يا ولدي لما تحب تكلمني في شغل ما تبقاش تعزمني على حاجة في دارك. أنا هاجي وأجيب معايا جزازة مية أشرب منيها وحلو قوي كده. يا دي الكسوف يا ولاد، ده زمان عمك قال لمرات عمك ومرات عمك قالت لكل ستات العيلة. ويا ريته يا خالة بحوج فيها ولا بتتكسف على دمها وتغير من روحها، لكن أبدا مش ممكن الجلابية اللي هي لابساها كل يوم ما تقلعهاش تتغسل إلا لما الجلابية تنطق وتشتكي، وساعات تعلقها تتهوى وتاني يوم الصبح تلبسها تاني. حتى هدومي، شوفي يا خالة الجلابية بتاعتي لقيتها صفرة كيف، ولا ديل الجلابية شوفي ملسوع من المكوى ازاي. قولي لي حل يا خالة، أعمل إيه في الولية العفشة دي؟ لحسن خلاص ما بقتش قادر أعيش وياها. والله يا ابني العمل عمل ربنا، أنا مش عارفة أستوعب المصايب اللي أنت بتحكيها دي كلها. طب يا ابني ما تاخدني كده أشوف مراتك دي وأتكلم معاها، يمكن أنت ظالمها. لا بلاش أحسن، لحسن لو دخلت بيتنا هيجي لك ارتجاع وأنا مش ناقص مصايب. أنا يا ست الكل هروح أجيبها لك لحد عنديكي عشان تتكلمي معاها واسمعي منيها بنفسك، بحجة إني يعني بتصلح الخلافات اللي ما بيننا، بس من غير ما تلمحي إني حكيت لك حاجة. فاهمة يا خالة؟ ماشي يا أخويا، روح هاتها وأنا قاعدة مستنياك. تاني يوم عمار خد إكرام وراح بيها للخالة مبسوطة على إنه أول مرة يروح ليها. وأول لما دخلت بيت الخالة مبسوطة لسه الخالة مبسوطة رايحة تستقبلها وتاخدها بالحضن، قامت سادة مناخيرها وقايلة يا ساتر يا رب، اتفضلي يا حبيبتي اقعدي، بيتك ومطرحك. مالك يا خالة، انت عنديكي زكام ولا تكونش مناخيرك وجعاكي؟ لا يا بنتي، اصل ماسورة الحمام شكلها ضربت وعاملة ريحة قلبت الشقة. تعالي يا حبيبتي تعالي اقعدي. وبعدين الخالة قالت لنفسها يا خرابياني، هسمع منها ايه دي الجواب باين من عنوانه، اطردهم انا دلوقتي يا ربي ولا اعمل ايه؟ اكرام بصت للخالة مبسوطة وقالت عمار يا خالة بيقول لي انك بتحلي المشاكل بين المتجوزين والمخطوبين، الا صحيح الكلام ده؟ هي يعني يا بنتي اهو بيقولوا كده، احكي لي بقى مشكلتكم انتوا الاتنين ايه؟ أنا الحمد لله ما عنديش أي مشاكل في حياتي غير هي مشكلة واحدة بس، وهي إن عمار جوزي بحبكها معايا في كل حاجة. لا يا أستاذ عمار مالكش حق، إزاي تزعل مراتك يعني وتقف ليها على الواحدة كده؟ دي حتى لحم ودم. احكي يا ست إكرام يا حبيبتي، احكي مشكلتك بالتفصيل، يمكن أعرف أعقلهولك وأخليه يتغير معاكي للأحسن بإذن الله. يعني مثلا يا خالة أقرب مثال، إحنا من ساعة لما اتجوزنا وأنا كنت بغير ملاية السرير يجي كل شهر كده، بس لقيت إن كتر الغسيل للفرشة بيهلكها ودوبها وخليها بهتانة عدمانة. يرضيكي يعني كده؟ دي حتى التبذير حاجة عفشة قوي. جدعة يا حبيبتي جدعة. طب وحليتي المشكلة دي إزاي؟ بقيتي بتغيريها كل شهرين؟ لا ما بقيتش أغيرها خالص ولا بقيت أفرش حاجة أصلا، لميت كل الملايات والفرشة بتاعتي وحطيتهم في أكياس بلاستيك وعلى تحت السرير طوالي. أمال إيه، لازم نحافظ عليهم للزمن. جدعة يا حبيبتي شاطرة. طب بالنسبة للمرتبة يعني إيه نظامها؟ مش بتفرشي عليها حاجة؟ لا يا خالة، أنا قلت أخليها كده منها للهواء الطلق، ننام نعرج عليها نقوم من عليها تتهوى وتبقى زي الفل. وليه بقى يا خالة؟ قال ايه عمار مش عاجبه، بيقول لي ان المرتبة بقت مبقعة وصفرة وريحتها كمكمة، عايز نعمل ايه ان شاء الله؟ امسك المرتبة اخدها فمين؟ طب وايه المشكلة يا حبيبتي؟ في وصفات حلوة قوي طالعة اليومين دول بتخليكي تغسلي المراتب على الناشف وتعقميها كمان. وبعدين يا بنتي هو انت عشان تحافظي على ملاية تقومي تبوظي مرتبة قد تمنها 10 أضعاف؟ ده غير ان لازم تناموا على ملايات يا حبيبتي وتغيريها من باب النظافة. محدش يا حبيبتي بينام على المرتبة مباشر كده. امال بقى لو تعرفي ان في كفرات بتتفرش على المراتب قبل الملايات هتعملي ايه؟
يا خالة أنا ماليش خلق للكلام الفاضي ده كلام ستات فايقة ورايقة. طب وانتي يا حبيبتي دماغك مش فايقة ورايقة ليه بقى؟ هفوق واروق ازاي يا خالة واني جوزي معكنن عليا عيشتي؟ يا خالة ده بيقول لي استحمي كل يوم. بذمتك انتي هو في حد يقدر يستحمى كل يوم؟ لا طبعا ملوش حق، بس لا مؤاخذة يعني في السؤال، هو انتي بتستحمي كل قد ايه؟ والله المفروض نستحمى في المواسم والأعياد والأجازات الرسمية، وبعدين يعني لو أنا شفت حالي إن ريحتي عفشة هستحمى، غير كده يبقى وجع دماغ. ويا خالة أنا ملوش خلق للكلام ده المثل بيقول الحموم من غير سبب قلة أدب. طب يا حبيبتي وملكيش خلق ليه؟ ده الراجل كده خايف على مصلحتك، لحسن يجيلك جرب ولا بكتيريا في جسمك من قلة الحمى. وماله إيش يعني حشره؟ ما كل واحد حر في ذات نفسه. أنا بحس إني مرتاحة كده. يا خالة اسكتي، ده انت ما تعرفيش حاجة. جوزي اللي قدامك ده قاليه عايزنا نشيل السجاد من الشقة وامسح تحت منيه وافرشه تاني. يا فرج الله، طب ما هي فرشة السجادة هي عمار، أما الملك محبكها. بس يعني لا مؤاخذة يا حبيبتي، ايه المشكلة ان انت تمسحي تحت السجاد؟ طب ما هو كده ولا كده، بعد ما امسح هفرشه تاني، واللي مسحته ونضفته هيتدارى ومحدش هياخد باله ان في حاجة حصلت. يبقى ايه لازمته بقى؟ ولا هي هدت حيل وخلاص؟ طب تصدقي نظرية برضو. الا قوليلي يا حبيبتي، هو انت بتغسلي مواعين المطبخ كل شهر كل قد ايه يعني؟ واني اغسل ليها اساسا، احنا اصلا مش بنستهلك مواعين غير هم حلتين بطبخ فيهم، وبحط الحلتين زي ما هم وقت الاكل على الطبلية ناكل منيهم لحد لما يخلص واغسلهم واطبخ فيهم تاني. انما ايه كهن النسوان اللي يلا نغرف الاكل في طباق ونحطها على السفرة؟ طب ما تحطي من حلة الطبيخ على حلة الرز طوالي وقلبيهم في بعضيهم واعمليهم معجنة، وبعد كده كلوا. ايه بقى لازمتها الاطباق؟ انت عارفة يا اكرام، لو عندي بنت زيك كنت علقتها على اول الحارة ونزلت فيها بالكرباج لحد ما تبقى عبرة لكل الستات. انت اللي زيك يا حبيبتي ملهاش جواز غير لما تتغير وتتعلم ألف باء نظافة. والعيب برضه مش عليكي لوحدك، العيب من أمك لما هم عارفين وأمك وأبوك متأكدين إن بنتهم معفنة وفاشلة بيجوزوها ليه. انت عارفة يا بنت يعني ايه جواز؟ يعني ايه بيت وأسرة مسؤولين منك؟ يعني ايه رعيتك؟ ويعني ايه كل راعي مسؤول عن رعيته؟ يا حبيبتي الراجل المفروض انه بيفضل طول عمره يغض بصره ويعف نفسه عشان لما يتجوز يلاقي حورية من البحر، يلاقي حورية من الجنة، يلاقي ست حلوة يا حبيبتي زي اللي بيشوفهم في الشارع وبيسمع عنهم في الحواديت. وبصت لعمار وقالت له انت تعبت وتعبت قوي كمان يا ابني، مراتك دي تبعتها لأمها تعلمها النظافة من ألف باء، لو اتعلمت واتغيرت يبقى خير وبركة، لو ما عندهاش رغبة تتغير يا ابن الناس يبقى شوف لك واحدة تانية بنت حلال تقدر النعمة وتصونها. الله يكون في عونك انت واللي زيك من كل بنت اهلها ما حاولوش يعلموها يعني انت ست، يعني ايه بيتك وولادك مسؤولين منك، يعني ايه شطارتك ان انت تملي عين جوزك سواء بالاكل الحلو بالنظافة بترويق البيت بالكلمة الحلوة. الجواز مش فستان ابيض وشبكة ومؤخر ونيش مليان على الفاضي، لأ، الجواز بيت وونس وست تملى عين جوزها وتملى قلبه وتعفه، وراجل نفس الحكاية، ولو راح بص لغيرك يبقى نقوم القيامة عليه. انزل يا ابني بتتر النهاية، حاكم الريحة خنقتني خلاص. استنوا يا حبايب قبل ما تطلعوا من الفيديو اكتبوا تعليق للست إكرام، كل أم تديها نصيحة وكل بنت تقول لها أمها علمتها إيه. اوعي تطلعي من الفيديو إلا لما تكتبي تعليق، هو إلا بعتلك إكرام تقعد عندك أسبوع. على رأي المثل اللي بيقول اللي يقول لمراته يا هانم يستنوها على السلالم، واللي يقول لمراته يا عورة بيلعبوا بيها الكورة.
أنا بقى قررت أكون أنا الهانم، وسلفتي مسحت السلالم، وكل ده بحيلة صغيرة قد كده مني أنا. عايزين تسمعوا الحكاية؟ صلوا على النبي ويلا بينا ندخل الحكاية. بتبتدي حكايتنا مع سحر اللي كانت راجعة من بره وشايلة شنطة طلبات السوق كلها، كانت بتاخد نفسها بالعافية. وساعتها حماتها اتكلمت وقالت: ايه يا اختي كل التأخير ده؟ ومالك يا اختي راجعة وشك مصفر كده ليه؟ ده انا قلت كلها ساعة ولا حاجة وتيجي، انما انتي بقى بره من الصبح. سحر ردت وقالت: والله يا ماما فتحية أنا مرهقة جدا من الفجر، من الفجر يا أختي وأنا صاحية. نزلت وديت العيال الحضانة وبعدها لفيت السوق كله عشان أجيب طلبات البيت، ولسه راجعة أهو قدامك مش قادرة أقف على رجلي. طب ما احنا كلنا يا أختي كنا بنصحى بقى الفجر ونشتغل ونجري ورا ولادنا ونشيل البيت فوق دماغنا، محدش كان بعيط ولا يقول تعبت. بقولك ايه يا سحر يا مرات ابني، اتعدلي كده معايا في الكلام بدل ما اعدلك انا. صحيح يا ولاد ستات اخر زمن، عارفه ان حضرتك تعبتي قبل كده، بس انا فعلا حاسه ان الحمل تقيل عليا لوحدي، مفيش حد بيساعدني ولا بيهون عليا بكلمه. يعني ايه يا ست سحر؟ انت فاكره نفسك اول واحده خلفت وربت عيال؟ احنا يا اختي ياما اتبهدلنا بالعيال وغسلنا وطبخنا ونضفنا من غير ما نقول ولا نشتكي. ها، انما انت فاضحه الدنيا. انا مش بقول اني بعمل بطوله يا حماتي، بس ساعات بحس ان مجهودي مش باين قدام حد، محدش بيقدر التعب اللي انا بكون فيه. مجهود ايه يا ام مجهود؟ مجهود ايه يا بنت اللي بتتكلمي عليه؟ ده شغل بيتك وحيالك، يعني مفروض تيجي تقولي لي شكرا اني مستحملاكي ومستحمله شكوتك اللي ما بتتنهيش. حاضر يا حماتي، انا مش قصدي والله هضايقك خالص. قصدي ايه وقصدك ايه؟ انت يا بنتي لو فضلتي على كده مش هتعرفي تمشي بيت. خديها من الاخر كده يا اختي، الست الشاطره هي اللي تسكت وتشتغل. عندك حق يا حماتي، يمكن أنا ببالغ شوية في الكلام. أيوة يا أختي بتبالغي وبتقعدي تندبي، ودي عادة وحشة قوي. لو كل واحدة يا أختي هتشتكي لي وكل مرة هتشتكي من شغل بيتها يبقى الشكوى ما هتنتهيش. سامحيني يا حماتي، أنا هحاول والله أكون أهدى من كده. خلاص يا أختي خلصنا، وخلصنا بقى من أم رغيك ده. قومي شوفي وراكي إيه، العيال عايزين يتغدوا والبيت عايز يتروق. وفعلا سحر قامت عشان تشوف شغل البيت اللي وراها، واليوم ده بالليل اتصدمت لما عرفت ان سلفها الصغير عايز يخطب، وده لان حماتها كانت ناوية تخطب له واحدة من العيلة. لكن البنت اتصدمت اكتر لما سمعته بيقول لحماتها: يا ماما انا عايزة اقولك على موضوع مهم، انا قررت اخطب زميلة معايا في الشغل، حبيت بس اعرفك اول واحدة يا ست الكل. ايه الكلام ده يا عبد الله يا ابني؟ بقى معقول يا ابني مش عايز تتجوز اي واحده من العرايس اللي بقولك عليهم من العيله ومن بنات الجيران؟ دول بنات ناس ومحترمين قوي يا عبد الله. عارف يا امي، بس انا مش عايز خطوبات الصالونات دي، بحس يعني انها جوازه كده مجبورين عليها. انا محتاج اعرف الانسانه اللي هكمل معاها واكون مرتاح، وبعدين دي حياتي انا يا امي، يعني انا اللي هكون عايش والمفروض ابقى مختار واحده بحبها واقدر اعيش معاها براحتي. طب وزميلتك دي ايه ظروفها يا عبد الله؟ ما انا معرفش برضو اصلها ولا فصلها ولا اعرف اهلها، وانت عارف يا ابني انا مش عايزه اي واحده كده والسلام، انا عايزه عروستك الناس كلها يحكوا ويضحكوا عنها. لا، دي بنتي ناس جدا، اسمها هالة، وأبوها كان بيشتغل في دولة عربية من زمان، والعيلة كلها كانوا عايشين هناك من كام سنة بس كده يا أمي، رجعوا مصر واستقروا هنا، ناس مبسوطة وعايشين مستورين، والبنت محترمة جدا. بالله عليك يا أمي ما تكسفينيش بقى، وتعالي معايا عشان أنا كلمت أبوها وأخدت منه معاه. بس برضو يا ابني العرايس اللي أنا بجيبهم لك من بيتنا ومن عيلتنا مضمونين، نعرف أصلهم وفصلهم. وبعدين انت رايح تاخد ميعاد من الراجل على أي أساس؟ هو انت يعني كنت كلمتني الأول في الموضوع ولا خدت رأيي؟ يا أمي مش شرط البنت تبقى من عيلة عشان تبقى يعني كويسة، أنا شفت هالة بعيني، أنا عارف أخلاقها
وطريقتها في الكلام وتعاملها مع الناس، ودي عندي أهم من الاسم والعيلة والقرابة. وانت فاكر يعني انك تعرفها كويس من الشغل يا حبيبي؟ ده انتوا اشتغلتوا كام يوم ولا شهرين 3 مع بعض. يا عبد الله يا ابني، الجواز حاجة تانية خالص. مش كام يوم يا أمي، أنا بقالي سنة بشتغل معاها وبشوفها يوميا، وبقيت متأكد إنها فعلا بنت تستاهل. أنا خايفة عليك يا ابني، خايفة تندم وتيجي تقول يا ريتني سمعت كلامك ياما. والله بقى يا أمي أنا مقدر خوفك، بس المرة دي خليني أختار بعقلي وبقلبي عشان أقدر أعيش مبسوط. ماشي يا ابني، مفيش مشكلة لما نروح ونشوفها، نشوف كده البنت وأهلها الأول، وربنا يا ابني يقدم اللي فيها الخير. أنا عايزة أفرح بيك أوي يا عبد الله. ربنا يبارك لك يا أمي، وده طبعا شرف ليهم إن أنت تشوفيهم، أنا متأكد إن أنت هتحبيهم. طبعا سحر كانت واقفة بتسمع الكلام ده وهي بتضرب كف على كف. لما طلعت قعدت مع جوزها وبقوا بالليل لوحدهم، كلمته في موضوع خطوبة عبد الله اللي سمعته بالصدفة. ساعتها جوزها استغرب وقال: بتقولي ايه يا سحر؟ ازاي يعني يحصل الموضوع ده من ورايا كده وامي ما تعرفنيش اي حاجة من دي؟ انت متأكدة يا سحر من اللي سمعتيه؟ ايوه يا احمد، هو انا يعني هضحك عليك ولا ايه؟ هو ناوي يخطب واحدة زميلته في الشغل، والموضوع باين انه بقاله فترة بيتكلم فيه، شكله كده كان مخبي عليك ومش عايز حد مننا يعرف حاجة. ازاي يعني؟ انا معرفش حاجة خالص، هو عبد الله معقول يخبي عليا حاجة زي دي؟ ما هو يا حبيبي واضح كده، يعني هو لو شايفك مهم ولا شايفك كبير البيت كنت انت هتبقى اول واحد يكلمك. بس يا ريت بقى تبقى تفهم انهم متعودين انهم يداروا على بعض ويداروا عنك، وانت اخر واحد في البيت تعرف كل حاجة. لا، عبد الله عمره ما عمل كده معايا، دايما كنا بنحكي لبعض كل حاجة. يمكن بقى اتغير يا احمد، او يمكن لقى انكم اخر ناس لازم يعرفهم. انا شخصيا مش مستوعبة ازاي هو وامه اول واحدة تعرف، وانت اخوه اللي مربيه على ايدك ما تعرفش غير بالصدفة. الموضوع ده مضايقني قوي فعلا، ازاي عبد الله يعتبرني بره حياته كده؟ ما هو يا احمد يا حبيبي، طول عمرهم بيشوفوا ان العيلة الكبيرة اهم، وان مرات الاخ ملهاش لازمة، وانا دايما بحس انهم بيتعمدوا يخلونا اخر الصف، رغم اني ما بخبيش عنهم اي حاجة ويعلم ربنا. بس برضه ده عبد الله، انا اخوه الكبير، المفروض يرجع لي في اي قرار. للأسف هو واضح كده انه مش شايف ان انت اكبر منه، ولا ان انت اللي بتتعب وبتشقى عشان البيت يفضل واقف على رجليه. يمكن شايف ان رأيك مش مهم، او انه مش محتاج استشارتك. لا طبعا، الكلام ده ما ينفعش، انا لازم اتكلم معاه وافهم هو ليه ما كلمنيش وليه خبى عني وليه يخليني انا اخر واحد اعرف وبالصدفة كمان. طبعا، واجهه يا احمد، خليه يعرف ان احنا مش جايين نسمع الاخبار من ورا ظهرنا، على الاقل يحترمك كاخ كبير وكبير عيلة. ماشي، هكلمه واشوف الموضوع ده، انا مش هسكت له ابدا. هو ده الصح يا حبيبي، ما تخليش اخوك يلغيك من حياته كده. سحر كانت بتحاول تقوم ما بين جوزها وما بين سلفها، لكن للأسف خطتها فشلت، لأن عبد الله وضح لأحمد أخوه إنه ما كانش لسه قرر أي حاجة، ولما أخذ القرار اتكلم معاهم عشان يروحوا معاه يتقدموا للعروسة. وفعلا عبد الله راح هو ووالدته وأخوه أحمد الكبير، لكن سحر ما رضيتش إنها تروح واتحججت إنها تعبانة. وبعد ما خلصوا الزيارة ورجعوا البيت، قعدت سحر مع أحمد وسألته عن العروسة، وساعتها رد وقال: بصراحة ربنا كده يا سحر، العروسة اللي عبد الله أخويا مختارها طلعت بنت مؤدبة جدا، أسلوبها هادي، كلامها قليل بس موزون. يعني قلت بصراحة كده أنت يا وادي عبد الله صبرت ونلت. أمال إيه، البنت زي العسل. أيوة، يعني إيه يعني؟ عادي، ما كل البنات في الأول بيظهروا بالمظهر ده، ما يبانش على وشهم غير الأدب والرق، لكن الله أعلم بقى إيه اللي ممكن يكون مستخبي وراها. يا ريت ما تثقش في حد بالسهولة دي يا أحمد،
ده انت طيب قوي وعلى نياتك، وما تعرفش بنات اليومين دول عاملين ازاي. لا لا لا، دي غير كل البنات اللي بتقولي عنهم، واضح عليها إن البنت متربية. دي حتى طريقتها مع أمها كانت شيك جدا، يعني احترام وأدب من غير تكلف. دي كفاية بس إنها طول القعدة ما رفعتش عينها من الأرض. شيك قوي، يعني أنت شايفها مميزة كده؟ طب ما أنا كمان بتعامل بأدب واحترام، محدش بياخد باله غير لما تبقى واحدة جديدة داخلة حياتكم. يا سحر، أنا مش بقارن، بس بقولك اللي أنا شفته. البت باين عليها كويسة، وهيبقى وشها حلو بإذن الله على عبد الله أخويا. حلوة قوي كده يعني؟ عجبكم للدرجة دي؟ طب كويس، أهو لما تيجي البيت وتشوفوا بقى الغندورة، ساعتها هتعرفوا إذا كنت أنا قد الكلام اللي بيتقال ده ولا لأ. إيه بس يا سحر، أنت واخدة الموضوع بحساسية ليه؟ أنا بحكيلك بس. لا يا اخويا، مش حساسية ولا حاجة، بس مش حلو ان الواحد يفضل يسمع ان البت دي مش عارف عاملة ازاي، والبت دي احلى واهدى. طب ما انا موجودة، هو الكلام ده برضو يتقال قدامي؟ وبعدين انتوا المفروض تشكروا فيا، لان انا الكبيرة وانا اللي شايلكوا وبخدمكوا. يا سحر يا حبيبتي، انت مالك قلبتيها ضلمة كده؟ انا مش قصدي اضايقك طبعا، انت غالية عندي، وكل اللي قلته مجرد رأي في عروسة اخويا. ماشي يا أحمد، نشوف بس العروسة المثالية دي لما تدخل البيت هتبقى عاملة ازاي. سحر كان واضح عليها جدا إنها غيرانة من سلفتها قبل ما تيجي البيت، واشتغلت غيرة السلايف ما بينهم. وده كان يوم الخطوبة اللي اتحدد بعد قراية الفاتحة بحوالي أسبوعين. راحت سحر عشان تسلم على سلفتها اللي عرفت إن اسمها منار، ولما كانت واقفة معاها في الكوشة قالت: ألف مبروك يا منار، فستانك شكله حلو، بس بصراحة أنا شايفة إن المكياج ظلمك شوية، مش عارفة بس إيه المنظر ده. ظلمني إزاي يعني؟ تقصدي إيه يا سحر؟ يعني كان ممكن تبقي أجمل بكتير من غير كل الألوان دي. حسيت إن اللي عملك الميك اب ما عندوش ذوق، بس يلا بقى، أهي ليلة وهتعدي وخلاص. المهم إن أنا أكون مبسوطة يا سحر في يومي، مش فارق معايا المكياج قد ما فارق معايا الجو الحلو والناس اللي حواليا. طبعا، بس برضو العروسة لازم تبقى ملفتة. انت كده طالعة شبه عروسة المولد. معلش يا حبيبتي ما تأخذنيش، بس انا بقولك الحقيقة وبنورك، احسن ما جاملك وخلاص على الفاضي. كل واحد له نظريته يا سحر، وبعدين الحمد لله انا شكلي عاجبني وعاجب خطيبي، هو كمان دايما يقول لي ان انا زي القمر، ودي اهم حاجة عندي. لا 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 لا، ما تزعليش كده، ده انا بهزر معاكي. انتي ممكن بس عشان لسه ما تعرفينيش كويس، انا كده احب اهزر واضحك مع اللي قدامي، اوعي تكوني زعلتي مني. سحر كان باين عليها جدا انها قصده كل كلمة بتقولها، وقصدها انها تضايق منار. منار كانت فاهمة طريقتها كويس، وعارفة انها مش هتخلص منها ولا هتسلك معاها في الكلام، عشان كده قررت انها تكبر دماغها. وطول فترة الخطوبة سحر كانت غيرانة من منار، وعايزة تخطط ليها عشان توقعها بأي طريقة، لحد ما اتجوزت منار وبقت عايشة معاهم في نفس البيت. لكن الغريبة إنها ما كانتش بتنزل عندهم خالص غير كل فين وفين. ولما سحر لاحظت الموضوع ده قالت لحماتها: هو في ايه بقى يا حماتي اللي بيحصل؟ يعني الهانم اللي اسمها منار قاعدة كلنا في شقتها ما بتنزلش ليه؟ وانا اللي قلت انها شوية وهتنزل وتبتدي تساعدني في شغل البيت، ولا لازم يعني تفضل قاعدة فوق عشان عروسة؟ دي طولت قوي يا حماتي. طب وفيها ايه يعني يا سحر؟ هي مش عايزة تنزل تبقى براحتها، هو احنا يعني هنخليها تنزل بالعافية؟ طب ما انا نزلت من تاني يوم جواز، محدش سابني اقعد براحتي ليه؟ ولا قال ما نجبرهاش؟ انا معرفش بس ليه التفرقة اللي ما بيننا دي من اولها. سحر كانت حاطة سلفتها في دماغها بشكل مش طبيعي، وقررت انها تبهدل شقتها وتهد فرحتها. وده لما اخدت ولادها الاتنين وسلطتهم وقالت: شوف بقى يا ياسين انت واخوك، عايزاكوا تطلعوا شقة طنط منار وتلعبوا عندها، ولما تبقوا بتلعبوا مع بعض كسروا اي حاجة تيجي قدامكم، واعملوا ان انتوا ما خدتوش بالكم،
كل اللي نفسكوا فيه اعملوه. الولد رد عليها بكل براءة وقال: طب واحنا هنعمل كده ازاي بس يا ماما؟ دي طنط منار ممكن تزعق معانا، او حتى تيتا تضربنا لو كسرنا اي حاجة من عند العروسة. لا يا حبيبي، ما تقلقش من حاجة زي كده، مفيش حد هيقدر يمد ايده عليك طول ما انا موجودة. وبعدين انت اعمل اللي انا بقولك عليه وخلاص، وانت ساكت. الولد فعلا سمع كلام مامته وطلع شقة مرات عمه، وكان هو واخوه فعلا فضلوا يلعبوا عندها لحد لما بهدلوا الشقة وكسروا فازة غالية جدا، وكسروا كمان طابلوه كان فيه صورتها هي كمان. منار لما شافت كده اتعاملت مع الموقف بكل هدوء، لكن قالت للولد: تعالى هنا يا ياسين، هو ينفع اللي حصل ده؟ ما ينفعش ان انت تعمل شقاوة انت واخوك بالشكل ده وتبهدلوا الشقة عندي كده وتكسروها كمان. بس انا هعديها لكم عشان دي اول مرة تطلعوا عندي، لكن اتمنى اللي حصل ده ما يتكررش تاني. الولد اعتذر هو واخوه، وبعدين نزلوا لامهم. طبعا لما حكى لها عن اللي حصل زعقت معاه وقالت لهم: يا فرحتي بيك يا ياسين، يا فرحتي بيك وانت جاي تقولي ان انت اعتذرت لها كمان. بقى انا بقولك يا ولا كسر الشقة واحرق دمها، وانت تقول كسرت فازة واحدة وطابلو كمان واعتذرت؟ يلا امشي من هنا، امشي من قدامي انت واخوك، ده انتوا خلفة عار. طبعا سحر كانت متضايقة جدا ومش عارفة تعمل ايه، لانها كانت شايفة انها مرمطون في بيت حماتها، وانها بتعمل كل حاجة في شغل البيت، خصوصا انه بيت كبير لانه بيت عيلة. لكن سلفتها كانت في حالها وقاعدة في شقتها ما بتنزلش. اتكلمت سحر مع اختها وقررت انها لازم تلاقي حل. طبعا اختها كانت دماغها سم هي كمان، طبعا طالعة لسحر، ما هي مش هتجيبه من بره يعني. اقترحت عليها خطة شيطانية وقالت: بص يا بنت يا سحر، ما بقاش انا فرحة اختك ان ما عملتلك خطة ما تخرش المية، بس دلوقتي لازم تسمعي كلامي وتنفذي اللي هقولك عليه. طالما بتقولي ان سلفتك دي غيظاكي ومضايقاكي وعلى طول قاعدة كده في شقتها ما بتنزلش ولا تعمل اي حاجة، انا نفسي تشوفيها يا بنت يا فرحة، نفسي تشوفيها وهي قاعدة كده عاملة زي الهانم. حماتي ما بتناديش عليها تخدمها في البيت ولا بتعمل اي حاجة. لا والله، البيجوزي لما بيعرف ان انا منزلتش في يوم عند امه ولا بتشتكيله ببهدلني، انما هي جوزها عامل لها قيمة قدامنا كلنا، هو اللي مخليها سايقة العوج علينا كده. صح فعلا، ما هو صدق المثل اللي يقول: اللي جوزها يقول لها يا هانم يقفوا لها على السلالم، واللي جوزها يقول لها يا عورة يلعبوا بيها الكورة. وانتي مش اقل من سلفتك في حاجة عشان هي تبقى متستتة وهانم كده، وانتي اللي يبقى طلعان عينك في ترويق بيت امه وفي كل حاجة، ويا ريته بيعجب كمان. وهنا سحر لمعت في دماغها فكرة وقالت لأختها: طب بقولك ايه، سيبيكي من فكرتك دلوقتي، انا جاية في بالي فكرة دلوقتي، فكرة هتخليني انا الهانم وسلفتي مساحة السلالم. انا بفكر لو اعمل لها عمل اخليها كده تتذل وتتبهدل وحياتها كلها تبوظ. لا مش كده، العمل مش هو الحل، اصل العمل مش هيأذيها في حاجة ولا هيحوق فيها. انت لازم تسمعي فكرتي انا واللي هتشكريني عليها. اللي زي منار سلفتك لازم يحصل معاها حاجة تكسر مناخيرها وتجيبها الأرض، يعني احنا نزق عليها واحد من الرجالة اياهم اللي بيعرف يخلص المواضيع دي، ينط من سطح البيت عندكم وينزل على شقتها وهي لوحدها في يوم، وطبعا هي لما تبتدي تصرخ تطلعي انت بسرعة وتنادي على حماتك عشان تقولي يعني ان انت اكتشفتي خيانتها لجوزها وانها جايبة واحد للشقة عندها. يا نهار ابيض عليكي يا فرحة، طب وانا هعمل كده ازاي يا بيت؟ انا ما اقدرش اعمل حاجة زي كده طبعا، وبعدين حماتي دي بتنام من المغرب، وسلفتي هي كمان لما جوزها بيكون مسافر في شغل بتبقى نايمة من بدري. هجيب انا بقى الراجل ده ازاي وادخله من على السطح زي ما بتقولي؟ وبعدين افرضي ما عرفش يدخل شقة سلفتي، هيبقى ايه الحل دلوقتي؟ ما انا هفهمك على كل حاجة وهرسيكي على الدور، انتي تشغلي دماغك كده. سلفتك اكيد معاها مفتاح الشقة، اطلعي عندها في يوم
واعملي ان انت رايحة تقعدي معاها وتونسيها، وبسرعة كده وخفة يد هتاخدي المفتاح وخليه معاكي وحاولي تطلعي عليه نسخة. ابقي رجعي ليها بأي طريقة من غير ما تاخد بالها. وبالليل خلي الراجل ده ينزل بالراحة يتسحب ويفتح باب الشقة بالمفتاح عشان ما يبانش انه كسر الباب ولا انه متهجم عليها، وكده هيبقى باين قدام كل الناس ان هي اللي فتحت له بإرادتها. سحر فكرت في الكلام وقالت لأختها: صح يا فرحة، عفارم عليكي، عفارم يا بت على أفكارك اللي زي الفل دي. خلاص شوف انت راجل يكون هيعرف ينفذ اللي اتفقنا عليه كويس قوي، وانا هدبر امر المفتاح ده ان شاء الله. ان مزلتها، ان مزلتك يا منار وخليتي شكلك زي الزفت قدام العيلة، ما بقاش انا سحر، عشان ما تبقاش هي بنت الاكابر المتعلمين ولاد الاصول، وانا ابقى اللي وقعت من قعر القفة. وفعلا سحر وفرحة اتفقوا على الموضوع ده وقالوا هينفذوه. باعوا ضميرهم واتفقوا مع راجل معدوم الضمير هو كمان عشان يفضحوا واحدة ست مسكينة ملهاش ذنب في أي حاجة. لكن سبحان الله، ربنا يمهل ولا يهمل. ولما جم يخططوا للموضوع كانت كل حاجة ماشية تمام. ويوم التنفيذ الراجل نزل بالراحة من غير ما حد يحس بيه وفتح الشقة وابتدى يتهاجم على منار. ساعتها هي صوتت، وبسرعة سحر كانت ندهت على حماتها وطلعوا عشان يشوفوا اللي بيحصل. سحر أول ما وقفت قدام حماتها: يا نهار أبيض يا حماتي، تعالي شوفي بسرعة، تعالي شوفي إيه اللي بيحصل. يعني إزاي اللي اسمها منار دي يبقى عندها الجرأة إنها تجيب راجل غريب جوه البيت وجوزها مسافر؟ لا، ده اللي بيحصل ده ما يتسكتش عليه أبدا. ساعتها منار انفعلت وقالت: اخرسي قطع لسانك، انا عمري ما اعمل حاجه زي كده ابدا، والحمد لله انا متربيه كويس قوي واعرف ربنا، انما انت اللي كل شغلتك ان انت تتبلي على الناس بالباطل. والراجل ده انا والله ما اعرف هو جه هنا ازاي، انا فجاه لقيته قدامي، فجاه لقيته قدامي في باب اوضه النوم. طب حتى قولي كلام يدخل الدماغ، انت بتقولي اي كلام وخلاص يا منار عشان خلاص اتقفشتي، انما احنا مش هنسيبك بقى في حالك، لازم الكل يعرف ايه اللي انت بتعمليه بالظبط. اصلهم كلهم مخدوعين فيكي، كلهم شايفين الوش الملائكي البريء، محدش يعرف انك يا ما تحت السواهي دواهي. ساعتها سحر فضلت تتبلى على سلفتها بكلام ما حصلش، وتقول كمان إنها بتسمعها بتتكلم في الموبايل مع رجالة كتير. لكن منار ما رضيتش إنها تسكت على الإهانة دي، وكلمت جوزها اللي جه في خلال ساعة. وفي الوقت ده كانوا كلهم قفلوا كل أبواب الشقة، والراجل معرفش يهرب ولا يمشي. ولما رجع جوز منار من بره اتصدم باللي شافه واللي عرفه. ساعتها ضرب الراجل بالقلم على وشه وقال له: انت لازم تفهمني ايه اللي بيحصل وايه علاقتك بمراتي، انت ازاي اصلا دخلت لحد الشقة هنا؟ الراجل خاف واترعب وحس ان الموضوع اتكشف. ما تضربنيش يا بيه، انا هتكلم واقول كل حاجة. الست اللي واقفة دي اللي اسمها سحر هي اللي كلمتني في الموضوع ده واتفقت معايا من الاول، وبعدين انا دخلت الشقة هنا بالمفتاح اللي الست دي اديتهولي. بالله عليك يا بيه سيبني أمشي، أنا عندي بيتي وعيالي، مش عايز فضايح، مستعد لأي عقاب، بس بالله عليك الموضوع ما يكبرش، وعشان أهل بيتي لو عرفوا هيبقى فيها خراب. والله العظيم أنا أول مرة أعمل الحكاية دي، كنت محتاج لفلوس وهم اللي غروني بيها. ساعتها كلهم كانوا مصدومين في سحر، محدش كان يتخيل أبدا إن هي اللي تطلع ورا الموضوع ده كله. فضلت تنكر في البداية، لكن الموضوع خلاص اتكشف لأن الراجل اعترف عليها. وللأسف سحر اتطلقت واتخرب بيتها. الراجل اللي كان متأجر اتبهدل هو كمان، وعبد الله جوز منار رنه علقة محترمة وسلمه للبوليس. أحمد بعد ما طلق سحر قال لها: عارفة يا سحر، أنا كنت ممكن أتوقع الخيانة من أي حد إلا أنتي. بقى أنت يا سحر الغيرة توصل بيكي إنك تفضحي مرات أخويا بالباطل وتبقي عايزة تخربي بيتها وتطلقيها من جوزها. سبحان الله، ربنا كشفك وفضح أمرك. روحي يا سحر، أنا مش عايزة أشوف وشك تاني.
سحر فضلت تتحايل على جوزها إنه يسامحها وإنه يرجعها لذمته عشان خاطر أولادها الاتنين، لكن هو رفض وقال استحالة إنه يرجعها على ذمته تاني، لأنه خلاص ما عادش هيثق فيها مرة تانية. سحر بيتها اتخرب وكانت شايفة إن أختها هي السبب، لكن أختها أخذت مسؤوليتها منها وطلعت نفسها بريئة من الموضوع. محدش ندم في النهاية غير سحر اللي خططت ودبرت عشان تفضح واحدة ملهاش ذنب، وفي الآخر اتقلب السحر على الساحر. وحكمة النهاردة من القصة إن سحر استسهلت الطريق، وبدل ما تقف قدام جوزها وحماتها وتطلب إنها تتساوى بسلفتها، ولو مش عايزة تشتغل عند حماتها أو تساعدها في حاجة كانت تقول لحماتها وتقول لجوزها، لكن هي استسهلت الطريق إنها تفضح واحدة ملهاش ذنب. انتي بقى لو مكان سحر هتتصرفي ازاي؟ هتقفي قدام جوزك وتطلبي المساواة بينك وبين سلفتك، ولا هتستسهلي الطريق وتفضحي سلفتك؟ قبل ما تطلعي لازم تحطي رأيك في التعليقات، لأن كلنا بنقع في شخصية سحر. ناس كتير قوي شخصيتها ضعيفة، وبدل ما تواجه المشكلة بتودي نفسها لأزمة ومشكلة أكبر بكتير.